اللي حصل مع بيبسي هي مش غلطة إعلان، دي غلطة فهم، واللي حصل بعدها بقى درس لأي براند فاكر إن التعاطف بيتباع. لكن أخطر حاجة بقى على أي براند إنه يفتكر إن الناس هتسامح، وإن لما تحس إن المشاعر بتستخدم كديكور. ولو البراند بتاعك مش مستعد إنه يتحمل قضية حقيقية بجد، يبقى الأحسن إنك تبعد عنها، لأن اللحظة اللي هتستخدم فيها وجع الناس هو البراند ولا هيبيع ولا هيكبر، ده هينزل سابع أرض. في 2017 بيبسي قررت تعمل إعلان بشكل مختلف شوية، إعلان عن السلام والتفاهم ولم الناس على بعض. هي الفكرة كانت حلوة بس التنفيذ بقى كان كارثي. الإعلان بيبدأ بمظاهرة عادية وناس زعلانة متوترة ومتضايقة، وفجأة عارضة أزياء مشهورة جدا بتدخل في المشهد، بتبتسم ابتسامة عادية وبتدي لضابط الشرطة كنز بيبسي عادية، والكل بيهدى. ومن هنا الدنيا ولعت. الناس ده شافت الإعلان إنه مش سلام أبدا، الناس شافته على إنه سخرية من معاناة حقيقية موجودة، والسخرية كانت من احتجاجات العنصرية والعنف. يعني إيه؟ يعني الإعلان هنا بيقولك كل اللي أنت فيه ده بيخلص بكنز بيبسي، استغلال القضايا الإنسانية نفسها عشان تبيع منتج. وبيبسي اضطرت إنها تمسح الإعلان وتعتذر لليوزرز. ويعتبر بيبسي بقت من أسوأ أزمات السمعة في تاريخها. المشكلة ما كانش في نية الإعلان خالص، المشكلة إن البراند فاكر إن ممكن يستعير بألم الناس ويحولوا المشهد لطيف، لكن في ليميت لو عدتها يبقى البراند مش ذكي، ده يبقى أعمى. اللي حصل مع بيبسي ده درس لأي براند في العالم، ولو أنت مش فاهم الناس كويس ما تمثلش إنك معاهم. والبراند اللي بيتاجر بالتعاطف بيدفع الثمن غالي قوي. ونصيحة مني لأي صاحب براند، مش كل قضية ينفع تدخلها، ومش كل وجع ينفع تستغله، لأن في لحظة واحدة إعلان ممكن يهد كل اللي أنت بنيته في سنين.